لماذا قلوب الناس تجدها تعلقت في المدينة أكثر من مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه البقعة قال أهل العلم رحمه الله هي قطعة من جنة. قال أهل العلم رحمه الله: إذا كانت هذه البقعة الصغيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة والمدينة النبوية موجودة، جعلت قلوب الناس تهواها. ثاني أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. سكان المدينة لهم خاصية حتى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن المدينة تختلف عن شتى بقاع الأرض. الله عز وجل وكل الملائكة بحراستها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع والذي لا إله إلا هو، ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا في جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة. إذن المدينة الله عز وجل وضع لها ملائكة، حتى الطريق الضيق يقف عليها ملك يحرسها. من يسكن المدينة له خاصية تختلف عن شتى بقاع أو شتى الناس. الذي يسكن المدينة له خاصية. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لهذا علامة الإيمان أن تحب الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: واسمع، قال عليه الصلاة والسلام: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء. تصور، أعيد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء. أهل المدينة ليس فقط الذين في عصره، بل إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار. تصور، إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. لهذا أهل المدينة لهم خاصية، بل لا يجوز لك أن تخيف أهل المدينة. لا تخفهم ظلما ولا عنوة ولا شيء. ما يجوز لك أن تخيف أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: من أخاف أهل المدينة ظلما من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأنه أخاف أهل المدينة. حتى تسكن في المدينة يعتبر فضيلة لك أن تسكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المدينة له خاصية عجيبة، ثمر المدينة له خاصية عجيبة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا، بركة مع بركة. تصور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، مدينة نبوية، وفي ثمارنا، ثمر المدينة، وفي مدنا وفي صاعنا، بركة مع بركة. الدجال ما يوجد موطن شبر على كرة الأرضية إلا ويطأ، إلا المدينة ومكة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. تصور، يحرسونها من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل خاصية لمسجده: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. تصور، حتى 1000 صلاة إذا صليت الظهر كأنك صليتها 1000 مرة، كأجر، ليس كعدد، كأجر، فقط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، يكفيك أنك تقطن على أرض حوت جسد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بمعنى آخر تسلم عليه صباحا مساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وآله وسلم.